باذن الله. اللواء نبيل عبد الفتاح كمدار البحيره، سيادتك بتخاطب والد الشهيد دلوقتي وقلت له ان شاء الله رب العالمين دم ابنك في رقبتنا ان شاء الله رب العالمين باذن الله الرحمن. انتوا سيادتك ضبطتوا واحد لا، ابن الشهيد ده ابننا وطبعا دمه عندنا ومش هنسيبه، يعني مش هيدلنا بال الا لما نجيب حقه ويجي يقول لنا ان شاء الله دمه خلاص، يعني ان شاء الله ونحتسبه عند الله شهيد ان شاء الله. الله يرحمه. الله يبارك لك. وابنه بطل فعلا يعني، لان هو شاف مجرمين واقفين بسلاح آلي في الطريق، يعني كان ممكن يسيبهم يمشوا، انما الواجب تطبيق القانون نزل لهم عشان يقبض عليهم. المفاجأة يا فندم ان كان الشهيد رحمه الله كان المفروض اجازته النهارده ورفض اجازته وكمل في شغله، يعني ده يعني شيء يذكر. يعني احنا في ظروف دلوقتي كلنا عشان حماية المواطنين بنقوم بواجبنا، ما بناخدش راحات عشان حماية المواطن، بنضحي براحتنا من اجل حماية المواطنين، لان المواطن فعلا زهق من، وان شاء الله نقضي على اي اجرام موجود في البلد لازم نقضي عليه. تنفيذ القانون وتفعيله هو ده الحل ان شاء الله، لان هو الشهيد ده لقى مجرمين معاهم سلاح آلي واقفين على الطريق، نزل عشان ينفذ القانون، فوجئ بيهم بيضربوا النار عليه وما عمل لهمش حاجه يعني. حسبي الله ونعم الوكيل. بقى الله يا فندم وربنا يبارك.